في معمل بيتم حقن صفار بيضة بسائل أخضر غامض، وفجأة نسخة مطابقة من الصفار بتخرج منه. في الوقت ده على ممشى المشاهير في هوليوود، النجمة الأسطورية إليزابيث أخيراً بتحصل على نجمتها. في الأول الجمهور بيتجمع حواليها، لكن مع مرور الوقت الناس بتبدأ تنساها، والنجمة نفسها بتتشقق ومحدش بيصلحها. دلوقتي وهي في منتصف العمر بقت العروض التمثيلية قليلة عليها، فبتضطر تشتغل مقدمة لبرنامج تمارين رياضية. في يوم وهي في الشغل بتكتشف إن حمام الستات عطلان، فبتدخل حمام الرجالة. وهي جوه الكابينة رئيس القناة هارفي بيدخل يكمل مكالمة تليفونية، وهو بيشتكي من سنها وإن البرنامج محتاج حد أصغر وأجدد. بعد ما بيخرج إليزابيث بتقف قدام المراية مصدومة من اللي سمعته. وقت الغدا هارفي بيطردها من البرنامج، بس بطريقة غير مباشرة لأنه بيكون جبان ومش قادر يواجهها. وهي راجعة بتتشتت لما بتشوف إعلانها بيتشال، وفجأة عربيتها بتصطدم بعربية جاية ناحيتها وبتحصل حادثة جامدة. بعدها في المستشفى الدكتور بيقولها إنها ما عندهاش خدش واحد، وبعد ما بيبص في الملف بيكتشف إن النهاردة عيد ميلادها، فبيقولها كل سنة وانتي طيبة، وساعتها بتنهار تماما. بعد ما الدكتور بيمشي الممرض بيدخل يعمل فحص أخير، وبيقول إنها المرشحة المثالية قبل ما يديها البدلة بتاعها عشان تروح. لما بتخرج بتلاقي في جيب البدلة فلاشة وعليها كلمة المادة ورقم تليفون مع ورقة مكتوب عليها غيرت حياتي. فجأة بيظهر فريد، واحد كان معاها في المدرسة، وبيقولها إنها لسه جميلة زي زمان، وبيسيب لها رقمه. في البيت إليزابيث بتشغل الفلاشة وبتلاقي إعلان عن مادة اسمها المركب، بتسمح للي بياخدها إنه يعيش كشخص أصغر في السن لمدة 7 أيام ويرجع تاني لجسمه الأصلي بعد كده. بتفكر إنه نصب، فبترمي الفلاشة في الزبالة. بس بعد ما بتخرج وتشرب لوحدها في بار بترجع على البيت وبتتقيأ لأنها في سنها الشرب ما بقاش سهل زي زمان. ولما بتحس بإحباط شديد بتكسر كرة زجاجية بتاعت التلج على صورة قديمة ليها وهي صغيرة. بعدها بتطلع الفلاشة من الزبالة وتقرر تتصل بالرقم. صوت غامض بيرد عليها بيسألها عن عنوانها وبيديها واحد تروح له قبل ما يقفل الخط. اليوم اللي بعده بتلاقي إعلان في الجورنال عن الممثلة الجديدة اللي هتحل محل إليزابيث. بتعصب، وبعدها بتلاقي ظرف أسود في بريدها جواه كارت مكتوب عليه رقم 503. بتروح العنوان اللي قالوا لها عليه، بتلاقي نفسها في زقاق مظلم. بتستخدم الكارت عشان تفتح الباب، بس الباب بيفتح نصه بس وبتدخل ممر ضلمة طويل. في الآخر بتوصل لغرفة فيها خزائن وبتلاقي واحدة عليها رقم 503. لما بتفتحها بتلاقي علبة كرتون، بتاخدها وترجع البيت. بتفتح العلبة بتلاقي مجموعة حقن وتعليمات غريبة. لازم تاخد المنشط مرة واحدة بس، ولازم تستخدم الداعم كل يوم، وتبدل جسمها كل 7 أيام بدون استثناء، وتفكر دايما إنها شخص واحد. بعد ما بتبص في المراية وتتأمل شكلها بتقرر تجرب المركب، وبتحقن نفسها بالسائل الأخضر. في الأول مفيش حاجة بتحصل، لكن فجأة بتحس بألم فظيع وبتنهار على الأرض وهي بتصرخ. جسمها بيبدأ يتحرك بطريقة غريبة وعينيها بتتضاعف وانتوءات بتظهر على ظهرها. فجأة شق عملاق بيتفتح في جسمها وبيخرج منه إنسان كامل. لما بتبص في المراية إليزابيث بتكتشف إنها دلوقتي جوه جسم أصغر بكتير. لما بتدقق أكتر بتلاحظ إن عيونها الخضراء القديمة لسه باينة ورا العيون الزرقاء الجديدة. بعد ما بتتقيأ شوية من السائل الأخضر، الجسم الجديد بيقفل الشق اللي في الجسم القديم وبيحقنه بأكياس الأكل الخاصة. تاني يوم الصبح إليزابيث الجديدة بتسمع صوت صرير غريب، وفجأة مناخيرها بتبدأ تنزف، وده بيفكرها إنها لازم تثبت جسمها كل يوم. باستخدام الأدوات اللي في الصندوق بتاخد سائل من العمود الفقري للجسم القديم وبتحقنه في الجسم الجديد، وده بيوقف النزيف على طول وبيخلي الصوت يختفي. بعد كده الجسم الجديد بيشتري شوية هدوم شيك وبتروح تجربة أداء وبتقدم نفسها باسم سو. هارفي بينبهر بيها على طول وبيقرر يشغلها، لكن سو بتحط شرط إنها تشتغل أسبوع وتريح أسبوع بحجة إنها بتعتني بأمها المريضة. هارفي بيوافق لأنه عايز جمالها يبقى على القناة. الأسبوع اللي بعده بتستمتع بكونها مركز الاهتمام تاني، وسرعان ما بتلاقي نفسها على لوحة إعلانية كبيرة بوشها. بتتأكد إنها بتثبت جسمها كل يوم، لكنها عمرها ما بتشيل جسم إليزابيث من أرض الحمام. في نهاية الأسبوع سو بتستخدم أداة التبديل عشان توصل الجسمين ببعض، وبتحصل عملية تبادل دم. سو بيغمى عليها وإليزابيث بترجع للحياة، وأول حاجة بتحس بيها هي الألم في ظهرها من الجرح. بتروح المحطة وهارفي بيديها صندوق فيه حاجاتها بالكاد بيقول لها مع السلامة. أسبوعها كإليزابيث بيكون ممل جدا، وكل اللي بتفكر فيه إنها ترجع تبقى سو تاني. كل يوم بتثبت الجسم، ولما بيجي الظرف الأسود التاني بتعرف إن وقت استلام أدوات التثبيت الجديدة قرب، وده معناه زيارة تانية للزقاق المظلم. لما سو بترجع الأسبوع اللي بعده بتدور على حيطة مجوفة في الحمام وبتبدأ تكسرها.
ناوية تبني مخبأ للجسم التاني. بعد ساعات من الشغل جارها بيجي يشتكي من الصوت، لكنه بيهدى فورا لما بيشوف سو. بتقوله إن إليزابيث نقلت وسابت المكان، وبتقفل الباب في وشه لما بيحاول يغازلها. بعد ما بتجهز الغرفة السرية، سو بتخبي إليزابيث وجنبها البوستر الكبير بتاعها. دلوقتي سو تقدر تبدأ حياتها الجديدة بجد، بقت مقدمة برنامج على التلفزيون وكل الناس بتحبها. بالليل بتخرج تسهر مع الشباب وبتاخد معاها واحد البيت، لكن وسط المرح بتبدأ تسمع صوت الصرير الغريب تاني ومناخيرها بتنزف، وده بيكون إنذار إن وقتها انتهى. بتجري بسرعة على الحمام وبتفتح الغرفة السرية، وبتلاقي جسم إليزابيث بيتلوي وهو بيخلص آخر كيس أكل. عشان تلحق ترجع للحفلة مع الراجل، سو بتقرر تكسر القواعد. بدل ما تعمل التبديل، بتعيد استخدام أنبوبة التثبيت وبتسحب سائل زيادة من إليزابيث وبتحقنه في جسمها. بمجرد ما بتحس إنها أحسن، بترجع تكمل ليلتها مع الراجل. لكن لما بيفتح السحاب بتاع هدومها، أعضائها الداخلية والدم بيقعوا على الأرض، لكن ده بيطلع مجرد كابوس. وبتصحى سو مفزوعة في نص الليل، فبتكمل التبديل في الحال. تاني يوم إليزابيث بتصحى على الفوضى اللي سو سببتها في الشقة، وبتلاقي ورقة من الراجل بيقول فيها إنه هيرجع بعدين عشان ياخد عجلته. بس في اللحظة دي إليزابيث بتتصدم لما تكتشف إن الساعات الزيادة اللي قضتها في جسم سو ليها عواقب. بتجري تغسلها بس مفيش أي تغيير. بعد كده بتتصل بالرقم اللي على الفلاشة، لكن الصوت الغامض بيقول لها إن مفيش حل للمشكلة. لما بتحاول تلوم سو على اللي حصل، الصوت بيفكرها إن سو مش شخص منفصل عنها. بعد كده إليزابيث بتنظف الشقة وهي بتتفرج على التلفزيون، وبتشوف سو في البرنامج. جمال الجسم الصغير بيثير غضبها، فبتطفي التلفزيون. بعدها الجار بيخبط على بابها تاني وبيحاول يعزمها للخروج، لكنها ما بتردش عليه. في نفس اليوم إليزابيث بتروح الزقاق عشان تستلم صندوق التثبيت الجديد، لكنها وهي هناك بتسمع صوت غريب كأنه بينطق اسم سو. بتتخض وبتجري فورا وهي شايلة الصندوق. إليزابيث بتدخل مطعم صغير وبتحاول تخفي إيدها اللي بقت عجوزة. فجأة راجل عجوز بيقول إن ال7 أيام بتكون طويلة، وهنا إليزابيث بتلاحظ إنه عنده نفس الوحمة اللي كانت على إيد الممرض اللي إداها الفلاشة. الراجل بيرمش لها وبيوقع محفظته بالغلط، ولما بتشوفها بتلاقي فيها كارت عليه الرقم 207. ده بيأكد لها إن الممرض كان الجسم الشاب للراجل العجوز، وإنه كان واحد من اللي استخدموا المادة. الراجل بيبدأ يحكي عن تجربته. الحياة بتبقى وحيدة جدا، وكل مرة بتكون أصعب في تذكر إن الجسم القديم لسه يستحق يعيش وليه أهمية. لما بيسألها إذا كان الجسم الجديد بدأ يلتهمها، إليزابيث بتجري من الخوف. بره الشقة بتخبط في الراجل اللي قابلته ليلة امبارح وهو جاي ياخد عجلته. بيزعق لها قبل ما يمشي، وده بيحسسها أكتر بإن شكلها الجديد بيأثر على نظرة الناس ليها. عشان تحاول تحس إنها كويسة، بتقرر تتصل بفريد وتوافق تخرج معاه. بتلبس أحسن هدوم عندها، لكن لما بتيجي تحط مكياج بتقلد ستايل سو. وهي خارجة بتشوف الإعلان اللي عليه وش سو، وده بيخليها تحس بالسوء تجاه جسمها تاني. فبتاخد شوية أكسسوارات وبتعدل مكياجها عشان يكون مناسب لسنها الحقيقي. بس لما بتحاول تمشي تاني، صورة الإعلان بتفضل تلاحقها في عقلها. في الآخر بتدخل الحمام وبيجيلها انهيار وبتبهدل مكياجها وشعرها. في النهاية ما بتروحش الموعد وبتطنش كل رسائل فريد. الأسبوع اللي بعده وهي بتصور برنامجها، سو بتتوتر لما تحس إن في نتوء غريب بيظهر في ظهرها، بس لما بتدقق ما بتلاقيش حاجة. الفريق بيشغل التسجيل على الشاشة الكبيرة عشان يشوفوا إيه اللي حصل، وسو بتحس إنها مكشوفة جدا. فبتلبس الروب بسرعة وبتجري على أوضتها. لما بتشوف النتوء تاني، بتبدأ تحركه داخل جسمها لحد ما يوصل لمعدتها، وبعدين بتحط إيدها جوه بطنها وتسحبه، وبتتفاجئ إنه فخدة فرخة. المرة اللي بعدها لما بتصحى بعد التبديل، سو بتلاقي بواقي الأكل اللي سابته إليزابيث، اللي بقت تاكل كتير عشان تهرب من إحساسها بالاكتئاب. سو بتتجنن وبتتصل بالرقم عشان تشتكي، وبتقول إنها بالكاد عندها وقت تعيش حياتها بسبب الشغل، بينما إليزابيث بتقضي وقتها في الأكل والتلفزيون. لكن الصوت الوحيد اللي بيرد عليها بيقول لها مفيش حاجة اسمها هي وإنتي. لما بتروح الشغل، سو بتتصدم لما تعرف إن التصوير البرنامج اتلغى، وبتتوتر أكتر لما هارفي يستدعيها مكتبه. لكنها بتتفاجئ إنه عنده أخبار حلوة. شعبيتها بقت كبيرة لدرجة إنهم عايزينها تقدم حفل رأس السنة. طبعا سو بتوافق على طول، ولما بترجع البيت بتاخد كمية أكبر من السائل من العمود الفقري لإليزابيث، وهي بتقول لنفسها إنها ما تقدرش تضيع الفرصة دي. شغل سو كان ماشي حلو جدا لدرجة إنها فضلت تعمل كده الأيام، وده خلى الفتحة اللي في ظهر إليزابيث تبقى خضرة وبشكل وحش. لما إليزابيث أخيرا رجعت، صرخت أول ما شافت جسمها. كان قديم جدا ومتآكل، ورجليها بالكاد بتتحرك. اتصلت بالرقم تشتكي من سو تاني، والصوت عرض عليها إنه يلغي التجربة، وده معناه إن سو مش هترجع تاني.
بس لما افتكرت نجاحها الجديد رفضت العرض وفضلت تتأنب نفسها إنها نسيت إنهم نفس الشخص. في الليلة الأخيرة حاولت إليزابيث تقوم من الكرسي بس رجلها ما استجابتش، فاضطرت تحركها بإيديها وده سبب لها ألم فظيع. بتاخد كتاب ووصفات وتبدأ تطبخ كميات كبيرة من الأكل وهي بتسمع مقابلة لسو على التلفزيون. سو كانت بتتريق على البرنامج القديم وإليزابيث، فالأخيرة اتعصبت وتبدأ ترمي الأكل على الشاشة. تحس إن اللوحة الإعلانية بتتريق عليها هي كمان، فتمسك البيض وترميه على الشباك وبعدين تغطيه بالجرايد. قبل ما تعمل التبديل صرخت في المراية تحاول تفكر سو إنها تسيطر على نفسها. لما سو تصحى تلاقي الشقة في حالة مقرفة وتبدأ تشتم إليزابيث. جعانة للانتقام تاخد كذا حقنة من سائل النخاع عشان تمنع نفسها من التغيير تاني. بعد 3 شهور سو لسه مسيطرة، والإعلانات لبرنامجها في ليلة رأس السنة منتشرة في التلفزيون واللوحات الإعلانية. في ليلة جابت راجل معاها الشقة بس طلبت منه يستنى شوية قبل ما تدخل الحمام. الغرفة السرية كانت مليانة زبالة، لكن سو لسه بتسحب السائل من إليزابيث من غير ما تنظف أي حاجة. مكان الحقنة بقى ملتهب والسائل اللي بيخرج شكله غامق وقريب من التعفن. بدأت تحس بدوخة فتمسك التليفون وتتصل بالرقم وتقول إن مفيش سائل مثبت فاضل. الصوت بيرد عليها ويقول لها إنها استنزفت كل الكمية، السائل محتاج وقت عشان يتجدد، وعشان ده يحصل لازم سو تغير جسمها. لكنها بتخاف وترفض لأن عرضها الكبير هيكون بكرة. لكن فجأة ينزل الدم من مناخيرها وتحس بالضعف قبل ما تنهار تماما. مع الألم اللي كانت حاسة بيه ما كانش قدامها اختيار غير إنها تزحف راجعة للحمام وتعمل التغيير أخيرا. في الأوضة الراجل يسمع صوت غريب ويجي يشوف إيه اللي بيحصل، لكن إليزابيث تلحق تقفل الباب قبل ما يشوفها. طنشت أسئلته وتبص في المراية فتصدم من الكارثة اللي قدامها. بغضب شديد تصرخ فيه عشان يسكت ويمشي. بعد كده تخرج من الحمام، بس المشي في الجسم ده صعب لدرجة إنها بتفضل تقع كل شوية. بعد معاناة توصل أخيرا للأوضة الليفينج وتمسك التليفون وتتصل بالرقم وتقرر تلغي التجربة. بعد كده تطلع البوستر القديم بتاعها من الأوضة السرية. تاني يوم الصبح بيوصل ظرف أسود مكتوب فيه إن آخر تسليم في الصندوق. إليزابيث بتغطي جسمها بأي هدوم تلاقيها، وعلى طريقها للخروج بتزعق في الجار اللي على طول بيستخبى من الخوف. بتجري على الزقاق عشان تاخد الصندوق وترجع بيه البيت وتفتحه، فتلاقي حقنة واحدة بس فيها سائل أسود. فجأة تسمع صوت بيقول لها إنه مفيش رجوع بعد كده، لكنها بتتجاهله وتضخ السائل السوداوي في جسم سو. لكنها تفتكر إن الليلة دي هو العرض الكبير، فتمسك نفسها قبل ما تفرغ الحقنة بالكامل. بعدين إليزابيث بتحاول تعمل إنعاش لسو وبيبدأ مناخيرها تنزف. لما بتشوف ده كعلامة إليزابيث بتجيب عدة التبديل وبتدي لسو شوية من دمها فبتصحى. الغريب إن إليزابيث ما بتموتش أو تفقد الوعي. الاتنين يفضلوا يبصوا لبعض في صدمة لحد ما سو تلمح حقنة الإنهاء على الأرض. على طول بتتخض وتجري ورا إليزابيث وبتحدفها على البوستر الكبير بتاعها قبل ما تدفعها ناحية الإزاز المكسور وتحاول تخنقها. إليزابيث بتقدر تمسك فازة وتكسرها على دماغ سو قبل ما تجري على الحمام. سو تحاول تلاحقها لكن إليزابيث بتقفل الباب بسرعة، فبتبدأ سو تخبط عليه برجليها علشان تفتحه. أول ما الباب بيتفتح بتركل إليزابيث مرة تانية وتجبرها تبص في المراية قبل ما تبدأ تخبط راسها فيها بقوة. بعد ضربات كتير تسيب جسمها وإليزابيث تحاول تزحف بعيد، لكن سو تديها ركلة قوية تطيرها في الهواء. المرة دي تستمر في رجلها لدقايق لحد ما تموت إليزابيث نهائيا وهي غرقانة في الدم. تدرك سو فظاعة اللي عملته وتنهار في البكاء، لكن ده ما يمنعهاش من تذكر عرضها الكبير. بالليل بتوصل سو لاستوديو التلفزيون وفي غرفة المكياج بتبدأ تسعل وتسمع صوت صريخ غريب. بتجري على الحمام وتبصق في الحوض فتلاقي سنة واقعة من بقها. عشان تختبر سلامة جسمها تشد أسنان تانية كمان فيطلعوا بسهولة، فتفضل تبصق دم بغزارة. بعد ما بتغسل وشها بتروح تقابل هارفي والمساهمين وبتحاول تخبي المشكلة بابتسامة مقفولة. بعد كده وهي في الأسانسير بتكتشف إن ضوافرها بتقع وفجأة ودنها بتقع في حجرها، لكنها بتحاول تتظاهر إن مفيش حاجة حصلت علشان راجل غريب داخل الأسانسير. بتحط إيدها على مكان الودن المفقودة لحد ما الراجل ينزل. بعدها سو تخرج من الباب الخلفي وتجري راجعة لبيتها وتبدأ تدور على المنشط اللي كان مفروض يستخدم مرة واحدة بس على أمل إنها تقدر تصنع جسم جديد وجميل. بتاخد الحقنة اللي فيها السائل الأخضر، لكن فجأة تقع على الأرض من شدة الألم وظهرها ينشق. بعد انتهاء العملية بتبص في المراية وبتتصدم لما تلاقي كائن مشوه شكله مرعب بوش إليزابيث على ظهره.
المخلوق ده هو إليساسو المتوحش، وبعد ما تستفرغ السائل الأخضر بتلبس فستان العرض والمجوهرات، وكمان تلف شوية الخصلات القليلة اللي فاضلة في شعرها. ولما تلاقي إن ده مش فارق معاها كتير تقرر تقطع البوستر القديم عشان تصنع منه قناع تحطه على وشها وتحط عليه أحمر شفاه. بعدين بتروح الاستوديو، وبما إن الأنوار كانت مقفولة بتقدر تدخل المسرح من غير حد ياخد باله. أول ما العرض بيبدأ الأنوار تنور وتحاول إليساسو تتكلم في المايك، لكن اللي يطلع منها مجرد تمتمات مش مفهومة من فمها المشوه. في اللحظة دي القناع يقع وتبدأ تستفرغ أجزاء من جسمها، والناس كلها تتقرف من المنظر. بعد الصدمة الأولى واحدة ست تصرخ وراجل يناديها بوحش، وده يخلي باقي الجمهور يهلعوا هم كمان. شوية شباب يحيطوا بيها ويبدأوا يزقوها من ناحية للتانية وهم بيشتموها بألفاظ زي مسخ وغريبة. إليساسو تقع على الأرض وهي بتعيط، بتحاول تتكلم بس مش قادرة. لما تحاول تقوم راجل يضربها بمضرب بيسبول ويفصل راسها عن جسمها، لكن ببطء راسها يبدأ يتجدد، وفي نفس اللحظة دراعها بيتفك والدم يطرطش في كل الاتجاهات ويفيض على الناس كلها لدقايق، والناس مش قادرة تتحرك علشان بيقعوا وبيتزحلقوا على بعض. في الآخر إليساسو تقدر تهرب من المبنى، لكن وهي بتجري في الشارع بتقع وجسمها بينفجر لآلاف القطع الدموية. الجزء الوحيد اللي بيبقى عايش هو وش إليزابيث اللي يمشي زحف من وسط الأكوام عشان يوصل لنجمتها، تفرح وتقف عليها وتتذكر الأيام القديمة لحد ما تسيح. في الصباح اللي بعده عامل نظافة بينظف الدم وكأنها كانت مجرد بقعة عادية في الشارع، وكده يكون انتهى فيلمنا.